السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا. عارف راسي هبرت عليكم، ولكن موضوع اليوم كيستاهل. باقا ايام قليله والمنتخب المغربي غادي يرجع يخوض مباريات جديده في كاس العالم، وملايين المغاربه غادي يجلسوا قدام التلفازات بنفس الحماس، بنفس الحب، بنفس الفخر اللي كنحسوا به كل مره كيلعب فيها المنتخب. ولكن اليوم ما بغيتش نهضر على التشكيله ولا على المدرب ولا على اللاعبين ولا على الطاقم التقني. بغيت نهضر على واحد الحاجه كنعيشوها في كل ماتش، وكتخلي بزاف ديال الجماهير المغربيه كتحس بان شي حاجه ناقصه. واش عمرك كنتي كتفرج في ماتش ديال المنتخب والملعب شاعل بالحماس والجمهور كيغوت واللاعبين كيتقاتلوا على كل كره والمباراه فيها حماس من الدقيقه الاولى، ولكن التعليق ما كيوصلش لك داك الاحساس بتاتا؟ كيجيك النعاس وكيجيك الملل وكتمرض في راسك. يعني هادشي هذا، واش نتوما عندكم نفس الاحساس ولا غير انا؟ واش عمرك حسيتي بان الهدف كان تاريخي ولكن التعليق خلاه يدوز بحال اي لقطه عاديه؟ واش عمرك سولتي راسك كيفاش منتخب وصل للعالميه وعنده جماهير من بين الافضل في العالم ومازال النقاش حول التعليق الرياضي مطروح بقوه؟ قبل ما نكمل خاصني نوضح واحد الحاجه مهمه بزاف. هاد الكلام ماشي ضد المعلق، كاينين اسماء كبيره ومحترمه صنعت التاريخ في التعليق الرياضي: فارس عوض، رؤوف خليف، يوسف سيف وغيرهم هم الكثير. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه وهو: علاش ملي كيلعب المنتخب المغربي بزاف ديال المغاربه كيبقاو يقلبوا على قنوات اخرى او تعاليق اخرى باش يحسوا اكثر بالمباراه؟ وعلاش كاين احساس عند فئه كبيره من الجمهور ان الصوت اللي كيرافق انجازات المنتخب ما كيواكبش دائما حجم الحدث؟ المغرب اليوم ما بقاش بلد كيصدر غير اللاعبين، المغرب فيه اعلاميين، صحفيين ومواهب شابه في التعليق الرياضي كتستحق تسمعها الجماهير. شباب كيديروا تعاليق احترافي من غرفهم بامكانيات بسيطه، ولكن عندهم الشغف وحضور واسلوب يخليك تعيش المباراه وكانك في المدرجات. ومع ذلك اسماء معينه بعينها هي اللي كتحتكر التعليق الرياضي في المغرب للاسف ما بقاو كيقدموا لنا حتى شي اضافه، وان الماتش كتحس به ممل كامل. والسؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه كاملين: واش فعلا ما عندناش معلقين مغاربه قادرين يكونوا في هذا المستوى العالي اللي كنطمحوا ليه؟ ام ان المشكل في اعطاء الفرصه؟ ام ان بعض الاسماء ولات حاضره بحكم العاده فقط، بينما المواهب الجديده مازال كتسنى؟ لان اي مجال كيغيب فيه تنافس كيبدا التراجع، واي مجال كيفتح للكفاءات كيزدهر. اليوم ما بغيتش نفرض رايي على حتى شي واحد، بغيت غير نسمع صوتكم. قولوا لي انا بصراحه، واش كاين معلق مغربي شاب كتظن انه يستحق الفرصه؟ وشنو هي الحاجه اللي كتنقص التعليق الرياضي في المغرب باش يوصل للمستوى العالي اللي كيستحقوه الجماهير المغربيه؟ خلي الراي ديالك في الكومنتير، ممكن تختلف معايا، ممكن توافقني، ولكن الاكيد انك متفق معايا ان التعليق الرياضي في المغرب مجرد اشاعه، وان الاسماء اللي كاينه حاليا ما كتقدم حتى شي اضافه، مع احترامنا الكامل لشخصهم ولتاريخهم ولما قدموا للتعليق الرياضي. ولكن بصوت واحد نقول انكم ضعاف جدا ومستواكم اللغوي اصلا ضعيف واكثر من ضعيف. لهذا دعونا نقول ودعونا نبدأ على الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، وتبدأ هذه المباراة ونبدأ التاريخ ويبدأ الشغف مع المنتخب المغربي. هنا بخير وبسلام نزف لكم بشرى هذا الكلام في أرضية الميدان. المنتخب ضد راقصي السامبا البرازيل. إلى هنا من هناك إلى هناك. واش ما كيشوفوش هذا التعليق اللي طرحناه من بيت وكذا وخالقين السعاده وقادرين نعطيوكم الحماس اللي ما عرفت شنو؟ ولكن هادو ضعاف للاسف. المهم خليو لينا واحد الكومنتير وبارطاجيو الموضوع، لان الموضوع حساس فعلا، لان خاصنا معلقين ذوي مستوى عالي.